سمعت صوت طالع من أوضة حماية، والصوت اللي كان طالع كان مبين ان ده واحد وواحدة مع بعض. فتوقعت وقتها ان حماية يكون جايب واحدة. صاحبة القصة بتقول: أنا اسمي علياء، عندي 23 سنة. أنا متجوزة من حوالي 4 شهور، وعايشة مع حماية في نفس البيت. أنا عايشة في بيت العيلة، وجوزي بيشتغل في محافظة تانية، وبيسافر وبيجي بس في الأجازات بتاعته. الأجازة بتاعت جوزي بتبقى تقريبا كل شهرين كده، وبتبقى أسبوعين، وبيقعد معايا وبيمشي على طول تاني يوم. واخوات جوزي كلهم متجوزين، وأوقات بيجوا زيارة علشان بس يزوروا حماية ويقعدوا معاه شوية. لكن حماتي الله يرحمها متوفية من زمان قوي، من قبل حتى ما اتجوز. ومن وقت ما جوزي بقى بيسافر ويسيبني ويروح على شغله، وانا كنت بحس ان انا زعلانة ومتضايقة، وبفضل اشتكي لماما كتير واقولها ان انا زعلانة ان هو على طول في شغله وسايبني لوحدي، وانا بتضايق لما بقعد لوحدي. فبتقولي: يا ستي ما تزعليش، اكيد يعني بسبب شغل. فقلت لها: يا ماما انا زهقت من القعده لوحدي، ووقتي كله بقى في شغل البيت وبس وفي خدمه حمايه، وحاسه ان انا ما فرحتش بحياتي، وعلى طول متضايقه لاني على طول بنزل اخدم في حمايه، وحاسه ان انا زعلانه ووحيده على طول بسبب ان جوزي بعيد عني، وانا كمان لسه متجوزه جديد وما فرحتش بيه وما فرحتش بحياتي. فقالت لي: يا بنتي معلش عيشي وما تظلميش نفسك، معلش، ما هو معظمهم بيسافروا علشان يشوفوا شغلهم. ما تحاوليش بقى انك تخربي بيتك وحياتك، واحمدي ربنا وعيشي. كانت دايما امي بتقولي كلام بالشكل ده كتير، وانا كنت بقولها طيب وحاضر، وما كنتش بمانع، وكنت بحاول اعيش وخلاص. ورجعت اشتكي لها وهي برضو كانت تفضل تصبرني. حماية بقى كان على طول كويس معايا، وعمره ما كان بيضايقني في اي حاجة، وعلى طول بعمل الاكل في شقتي، وبعد ما اخلص بنزل لحماية اكل علشان يتغدى منه. واوقات كتير بقى بنزل اكل مع حماية تحت، لانه كان كويس على طول معايا ومش بيبخل عليا في اي حاجة. لكن انا بقى من كتر الزهق اللي انا كنت فيه قعدت اتحايل على ماما علشان تيجي وتعيش معايا، وهي فين وفين لما وافقت بالعافية، لانها من زمان وهي بتحب تعيش وتقعد لوحدها. قلت لها: يا امي بدل ما انت قاعده لوحدك كده، تعالي تعالي اقعدي معايا وهناخد بحس بعض. وهي ساعتها وافقت وجات تعيش معايا. ومن يوم ما ماما جت بقى وتعيش معايا وتقعد معايا، وحماية بقى بيطلع عندي الشقة كتير قوي، يعني بقى بياكل معانا وبيسهر معانا، ومعظم الوقت بيبقى قاعد عندي ومش بياكل في شقته لوحده. وانا ساعتها بقيت فرحانة من اللي بيحصل ده، لاني كنت شايلة هم ان حماية يعني يكون متضايق من وجود ماما معايا، وكنت خايفة يعني حماية يقول ايه اللي يخلي امك تيجي وتعيش معاكي ويتدخل يعني وكده ويضايقني. بس اللي حصل كان عكس كده تماما، وعكس اللي انا كنت متوقعاه. ولقيت حماية مرحب جدا بوجود ماما. اصلا حماية وجوزي كانوا مرتاحين ماديا، بس حماية مش بيساعد جوزي كتير لانه عايزه يبقى راجل كده كويس ويتحمل المسؤولية ويعتمد على نفسه، مش عايز جوزي يعني يبقى يعتمد عليه في كل حاجة. وامي بقى كانت مبسوطة بحماية جدا، وكانت بتقول عليه ده راجل طيب ومحترم وكويس بقى. ومع الوقت كده لقيت امي بدأت تهتم بنفسها، وعمالة تصبغ شعرها وبتحط بقى ميك اب خفيف، وكمان لقيتها معظم الوقت بتلبس ملابس حلوة وملفتة. وفي نفس الوقت برضو كنت ملاحظة ان حماية بدأ يهتم بنفسه زيادة عن اللزوم، ولقيته بيظبط شعره وعمره ما كان بيعمل كده، وكمان بيلبس لبس شيك على الموضة، وبقى مهتم بنفسه على طول، وبيشتري زيادة عن اللزوم، وبطل بقى يلبس العبايات اللي هو كان دايما متعود يلبسها، وعلى طول بقى بيلبس بناطيل وحاجات من دي. وبقى بيشكر في امي كتير، وامي كانت على طول بتشكر فيه. انا بقى كنت فرحانة بقى على طول ان حماية مرحب بوجود امي وان هو كويس معانا. وانا بقى كنت متضايقه لان المعاش بتاع امي اصلا كان قليل وما كانش بيكفيها خالص، واخواتي ما كانوش برضو بيدوها ولا بيساعدوها باي فلوس. فانا كنت بقى ببقى مبسوطه ان هي قاعده معايا، لان انا بنحط القرش على القرش وبناكل مع بعض. وكانت الايام بتعدي على كده وكنا عايشين مبسوطين. وحماية اوقات كتير كان بيسهر معانا ومع ماما، وانا كمان وماما كانت بتيجي عليا ايام يعني كانت بتيجي وبنسهر كلنا وبنتجمع كلنا. لكن انا بقى في يوم من الايام كده كنت بنام بدري، وكنت بسيب حماية وامي سهرانين مع بعض قدام التلفزيون. بروح انا بقى علشان انام، وهما كانوا بيكملوا السهرة مع بعض، وانا كنت بدخل انام زي الحمارة ومش فاهمة ايه اللي بيحصل ولا ايه اللي بيدور من ورايا.
لحد بقى مع مرور الوقت كده لقيت امي كده كل كام يوم تقولي انا هروح الشقة بتاعتي ابص عليها كده، وممكن لو الوقت اتأخر ابات هناك في شقتي واجيلك بكرة. وانا اقول لها لا خليكي، وهي تقولي لا انا عايزة اروح شقتي ابص عليها واروقها. اقول لها طب ليه، ملوش لازمة يعني، ما انت قاعدة معايا، وبعدين يا ستي انا هبقى اروح معاكي واروقها. لكن هي ترد عليا وتقولي لا سيبيني على راحتي، وبرضه تصمم ان هي تمشي وتروح على شقتها. وعلى طول برضه كنت بلاقي حماية في نفس اليوم اللي امي بتمشي فيه بيخرج برا البيت كام ساعة كده وبعد كده يرجع. وبعد شوية امي تيجي وما تباتش في شقتها. وحماية طول ما امي مش موجودة ما كانش بيجي عندي خالص، بس اول لما يطب عندي هو كان بيجي عندي ويروح طالع ويقعد معانا. وعلى طول اول ما هي تمشي حماية يخرج على طول. انا طبعا ما كنتش فاهمة كل الكلام ده، وما كنتش رابطة الاحداث ببعضها، لحد ما جه يوم من الايام كده امي قالت لي ان هي نازلة ورايحة على شقتها. قلت لها طيب تمام. وقتها امي كانت نازلة، فانا طلعت البلكونة علشان افتح الازايز علشان اهوي الاوض وكده. قلت لها وقلت بقى ما اقول لامي كده من فوق تجيب لي معاها فاكهه وهي جايه. فضلت بقى واقفه في البلكونه شويه واستنى امي تنزل، لقيتها برضو ما نزلتش. فقلت في سري ازاي ده هي لسه نازله من قدام البيت وبرضو ما عداش يعني دقيقتين. فضلت بقى راسي تيجي وتجيب، معقوله يعني امي نزلت وانا جوه؟ بس مش معقوله تكون لحقت تنزل يعني بالسرعه دي. الدور اللي تحتيه في شقه حمايه والدور الارضي في محلات، يعني عبال بس ما امي تنزل من الدور التالت للارضي فيها كده شوية. انا طلعت على البلكونة على طول، فاكيد هي يعني ملحقتش تنزل يعني في الوقت الصغير ده اللي انا كنت رايحة فيه على البلكون. وقعدت بقى افكر يا ترى امي اتاخرت ليه على السلم. قعدت بقى افكر واقول يعني معقوله يعني حماية وقف معاها وقال لها حاجه تحرجها ولا بيتخانق معاها. قلت اما انزل كده اشوف ايه اللي بيحصل تحت مع امي. طبعا حماية كان على طول سايب معايا مفتاح الشقه بتاعته علشان يعني لو انا احتجت حاجه من الشقه ولا كده وهو مش موجود انزل على طول واخدها، وده علشان يعني معظم الخزين بتاع الاكل في الشقة بتاعت حماية. فكنت بقى متعودة على طول اني لما احتاج اي حاجة من الخزين بتاع الاكل بنزل على طول واخدها من تحت من عند حماية. واول ما حماية موجود بيبقى عارف، ولو مش موجود لما بيرجع بقى بقوله على الحاجة اللي انا خدتها من الشقة. نزلت قدام شقة حماية وخبطت عليه بس ما فتحش. قلت يمكن يكون بيتفرج على التلفزيون وصوته عالي وما سمعش مثلا صوت الخبط بتاعي. ففتحت باب الشقة على طول بالمفتاح، ومن اول ما دخلت الشقة سمعت صوت طالع من حماية، والصوت اللي كان طالع كان مبين ان ده واحد وواحدة مع بعض. فتوقعت وقتها ان حماية يعني يكون جايب واحدة، لكن انا قلت بقى وقتها انا مالي، انا هطلع على شقتي وخلاص. ولما كنت خلاص هطلع سمعت الصوت كويس قوي، لقيته صوت امي. قلت ايه ده، هي اتجننت؟ معقولة؟ ساعتها بقى قلت معقولة تكون امي بتضحك عليا وبتنزل هنا عند حماية. وافتكرت بقى كل اللي كان بيحصل قبل كده، وقلت يبقى كل مرة كانت بتنزل فيها كانوا هما الاتنين بيبقوا مع بعض. هنا بقى انا اتصدمت جدا من اللي انا سمعته وما كنتش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. وبعد بقى ما كنت هفتح باب الشقة واطلع تاني غصب عني رجعت تاني على الباب وزقيت الباب عليهم، وشفت اصعب منظر في حياتي ممكن اشوفه. ومن الصدمة اللي كنت فيها فضلت اشتم في امي وحماية، قلتلهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده، وفضلت ازعق ليهم بصوت عالي. لكن للاسف بقى لقيت حماية رد عليا بكل بجاحة وقال لي انت ازاي بتقولي كده، وانت مالك، احنا حرين مع بعض، انت اللي مش محترمة علشان فتحتي الباب واحنا بالشكل ده. وقعد يشتمني وراح قفل الباب في وشي تاني. وانا رحت طالعة على شقتي وانا بعيط ومنهارة، وقفلت باب الشقة عليا من جوه ومرضتش خالص افتح الباب لامي ولا عمية، وفضلت قاعدة ساكتة. وحتى لما جوزي كان بيتصل بيا ما كنتش ساعتها برد عليه، ومش عارفة اتصرف ازاي ولا عارفة حتى اقول لجوزي ايه او اقول لجوزي مثلا ايه. دماغي ساعتها كانت هتتجنن من كتر التفكير، مش عارفة اعمل ايه. وامي طبعا عمالة تتصل بيا كتير وانا مش برد عليها، مش عايزة اتكلم معاها باي شكل من الاشكال علشان طبعا انا اكيد خايفة من اللي انا هقوله له. وانا طبعا فكرت اقول لاخواتي بس رجعت تاني في كلامي وخفت طبعا من رد فعلهم. انا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه واتصرف ازاي.